السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح بمشيئة الله اليوم كيفية استخراج تصريح دخول مكة لعام 1447 هجريا 2026 ميلاديا عن طريق أبشر. فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نبدأ بمشيئة الله. نقوم باختيار المتصفح المتوفر لدينا، وعلى سبيل المثال جوجل. نقوم بكتابة أبشر في محرك البحث، ثم نقوم بالضغط على أبشر. نجد 3 اختيارات. نقوم بالضغط على الاختيار الأول، أبشر أفراد. نقوم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول. نقوم بإدخال الرسالة المرسلة على الجوال المسجل بأبشر ليتم فتح الموقع هكذا. عند فتح الموقع نجد 5 عناصر رئيسية. نقوم بالضغط على العنصر أفراد الأسرة. نقوم بالضغط على تصريح الدخول لمكة المكرمة. يظهر الشروط الأساسية لخدمة طلب إصدار تصريح الدخول لمكة المكرمة، وهي: 1. أن تكون الإقامة سارية. 2. تواجد المستفيد داخل المملكة العربية السعودية. نقوم بالضغط على إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة. نقوم باختيار أحد المستفيدين لإنشاء طلب التصريح، ونقوم بإدخال العنوان الوطني أو العقد الإلكتروني للإيجار بحيث لا يتعدى 1 ميجا. نقوم باختيار أحد أسباب إنشاء التصريح. إما نختار مقدم الطلب لديه عنوان داخل العاصمة المقدسة، أو نختار المستفيد لديه عمل داخل العاصمة المقدسة. يتم كتابة المبررات هنا، وعلى سبيل المثال لو كان المستفيد أحد أفراد الأسرة يتم كتابة سكن مع الأب. نقوم بالضغط على التالي. يتم تنشيط أوافق على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تأكيد. وبعد فترة من الوقت نقوم بمتابعة الطلب بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية والضغط على متابعة الطلب. لنجد حالة الطلب فعال، نقوم بالضغط على عرض التفاصيل، ونقوم بطباعة التصريح بالضغط على طباعة ليظهر هذا التصريح. وبهذا فقد تم الانتهاء من استخراج التصريح بنجاح. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
وديهم على الرئيسية، وديهم على الرئيسية. ولا حصل ربنا تأخر. Gracias.